كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. التوم نزل تاني ورجعنا نفرزه من اول وجديد. انا فرزته قبل كده على القناة بس طريقة غير دي خالص. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو اللي قبل كده في الديسكريبشن، واللي ما شافوش يشوفوا. دي طريقة مختلفة جديدة خالص، اول مرة تشوفوها اصلا على اليوتيوب. محدش عملها لا قبلي ولا لسه حد هيعملها بعدي. هعمل لها براءة اختراع ان شاء الله. شفتوا التوم اول ما هتفتحوا العلبة هتطلعوا بقى مكعبات مكعبات مكعبات. هنشوف الطريقة السهلة السريعة دي. انا جبت التوم المره دي بس كان متاخر شويه فكان نشف. السنه اللي فاتت لما فرزته كان لسه طري ففرزته بطريقه غير دي خالص. المره دي بقى قسمت الراس بتاعه التوم لثلاث اجزاء، الراس الكبيره اللي من فوق دي والجزء اللي تحت والجزء اللي في الديل خالص. هنشوف كل جزء هنعمل بيه ايه وهنعمل فيه ايه. التوم انا جايباه كان ب8 جنيه، جبت تقريبا 6 كيلو، عملوا 50 جنيه تقريبا. فاخدت الراس اللي فوق اهو، بقيت اشيل الحتت الطريه والراس بفتحها فيها حته بتبقى ناشفه من النص كده، لان بقول لكم التوم نشف مني. ف او انا اشتريته ناشف، فلازم الحته اللي في النص دي تطلعوها والا هتكسر لكم الكبه، فخدوا بالكم. انا هطحن النهارده في الكبه اللي عملت لكم عليها ريفيو قبل كده، ممتازه. وهتشوفوا معايا دلوقتي هتفرم لنا كل حاجه بمنتهى السهوله ومنتهى السرعه ازاي. ويا رب يا رب الفيديو يعجبكم وتحطوا لايك، عشان فعلا الفيديو تعبني جدا جدا والله. مخلصه الساعه 3 الصبح لما قلت بقى لازم هعمل لكم فيديو بقى محترم من السنه اللي فاتت، وانا عاوزه اعمل لكم الطريقه دي. فنشوف بقى الطريقه. بصوا انا جبت التومه اهو، الراس اهي بعملها لوحدها وهحطها في طبق لوحدها، وادي الجزء اللي في النص في طبق لوحده، والديل تحت خالص ده بسيبه برضو لوحده. هنشوف كل حاجه هنعمل بيها ايه، وهنشوف مع بعض هنفرزها ازاي. والله فيديو ممتاز وهيعجبكم جدا، وهتفضلوا تسحبوا منه من السنه للسنه بمنتهى السهوله، ولا تحطوا في برطمانات بقى ولا في اكياس ولا الموال ده كله. هوريكم طريقه سهله جدا. تفتحوا العلبه بس تاخدوا المكعب كده، ولا تقولي بقى مكعب تلاجة ولا غيره، منتهى الجمال. شوف مع بعض خطوه بخطوه كده. بعد ما هنفصص التوم او بنقطع التوم، احنا مش بنفصصه، احنا بنشيل الحته السوداء من فوق وبنقطع الراس البيضه دي. بصوا بقى الديل اللي من تحت خالص اهو، دي اخد جزء التوم. بشيلها واحطها مع الشوربه وانا بسلقها. باجي اعمل بدمس فول، اجي اعمل عدس، اي حاجه بحطها فيها وانا بسلقها. دي جزء كده بسيبه تحت خالص في باب التلاجة من فوق، بيفضل معايا من السنة للسنة. هنا اهو بعد ما قطعت التوم هرش عليه ملح ليمون، وهسيبه على ما احط فيه الكبة بقى وابدا افرمه. واللي هناك برضو اللي هو الحتة اللي في النص اللي في التوم، القشر الابيض والجزء الاخضر الفاتح اللي من فوق ده. هنا هنفرم بقى الابيض ده لوحده الاول، اللي احنا حطينا عليه ملح ليمون، وهنشوف بقى هنعمل فيه ايه خطوة بخطوة مع بعض. والله هيعجبكم جدا الفيديو، بس خليكم معايا للنهاية وهتشوفوا الطريقة اللي انت شفتها في اول الفيديو دي وصلنا لها ازاي، عملنا التوم بالطريقة دي ازاي. اختراع يا كوتش. هنشوف بقى انا عملت السنة اللي فاتت بعد ما فرزته ووريته لكم وصورته، جبت توم تاني. انا ما بجيبهوش كل مرة واحدة، فبجيب على كذا مرة، لان التوم السنة اللي فاتت كان كتير جدا فجبت كذا مرة. بعد ما فرزته لقيت بقى الطريقة اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، لقيتها جميلة وعجبتني جدا لغاية النهاردة. والله عندي توم في الفريزر، بس قلت لازم بقى ما يقطعلناش عادة كل سنة بنجيب التوم وبنفرزه. فان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم وهتشوفوا معايا. وشكرا للمشتركين الجداد اللي دخلوا القناة، وشكرا على المشاهدات وعلى الأصدقاء اللي بجد اللي هم معايا في اليوتيوب. بجد في ناس محترمة جدا 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 والله يعني. ولا الإخوات، احنا ما شفناش بعض بس فعلا والله ولا الإخوات. قطر الندى من نعم الإخوات، نعم الإخوات، نعم الإخوات يا قطر الندى. انت غيرتي اسم القناة بتاعتك بس أنا فاكراكي بقطر الندى. وطبعا نعيمة وأولادها كانت اسمها ايه، غيرت برضو اسم القناة بتاعتها. كل شوية بيغيروا أسامي القنوات، أنا بنساها. بس فعلا ناس محترمة 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 والله. الواحد ما شافهمش بس من تعاملهم قال ان هم ناس محترمة. ربنا يا رب يكتر من أمثالكم يا رب، ويقلل من أمثال الناس اللي بتخش تعمل لايك قبل الإعلان ما يخلص وتمشي، ولا المشاهدة بتتحسب ولا أي حاجة بتتحسب، والسهم ينزل على تحت. فيا ريت اللي يشوف يشوف بضمير، والا ما يشوفش، عشان حرام. ويشتركوا ويمشوا، والاشتراك بيطير في ساعتها على طول. يلا ربنا يديكوا على قد عمله بقى. كل سنه وانتم طيبين. بصوا انا بفرم التوم اهو الابيض الاول، هفرمه كله مع بعض كده لغايه اما اخلصه هرجع لكم تاني. بصوا الجمال الكبه دي والله، بصوا ممتازه ما شاء الله عليها.
أنا خلصته ودخلت بقى على الجزء اللي في النص اللي في التوم بقى، اللي هو فيه اخضر وفيه قشر التوم. مفيش حاجة في التوم بتترمى خالص، كله بيتفرم. اهو. وده له استخدام وده له استخدام. انا لما كان اخضر كله بخرمها من راسها لغاية ديلها، وبعد كده بستخدمها كلها. بصوا بقى الجزء الابيض ده، جبت الصاج بتاع الفرن الكبير اهو، ورحت فردة فيه مشمع. بس المشمع ده طلع مش حلو، ما تفرشوش تاني، ده بتاع رمضان، كل سنة وانتم طيبين. جايباه ورول جديد وفتحته واستخدمته، بس الاحمر اللي فيه ده طلع في التوم، في اجزاء فيها كان فيها احمر. فما تحطوش كيس بلاستيك ملون، تحطوا كيس بلاستيك الابيض الشفاف العادي، وقطعوه بقى بالمربعات الصغيرة اللي انتوا عاوزينها. بصوا الجمال بقى، دي صينية جلاش يا اخواتي، ده مش توم ابدا. كانت جميلة. ولما بتعملي حاجة حلوة وانتي بتعمليها بتبقي مبسوطة كده وحاسة ان انتي بتعملي حاجة مميزة. بصراحة كانت جميلة. والثوم اللي بيطلع في السكينة بشيله عشان خاطر اعمل مكعبات. بصوا المربعات جميلة ازاي، مربعات مش مكعبات، او مكعبات صح. اهو بص، التانية دي شلتها في الفريزر خلاص، غطيتها وشلتها في الفريزر لغاية ما تجمد. واللي في النص ده بحطه في اكياس كده، وبقى هتشوفوا بعمل بيه ايه او هعمل بيه ايه. خليكم معايا خطوه بخطوه، هيعجبكم جدا جدا جدا. مفيش جزء فيك يا فيديو او فيك يا توم ما استخدمش. بصوا حطيت عليها بقى الهريسه اللي احنا بنعمل بيها البتنجان، وبنعمل بيها السمك، بنحشي بيها السمك، بنعمل بيها اكلات كتير. حطيتها في علبه وشلتها اهو. هعبي بقيه التوم الاخضر اللي في النص ده، نستخدمه برضو في ده توم. عاوزين تطبخوا بيه مفيش مشكله برضه، انا على فكره بطبخ بيه عادي. اه نضفنا بقى ريحة التوم بقى، وغسلنا بالمسحوق الجديد وخل، وبقت فلة. والتوم في الفريزر بيجمد. سبته ليلة كاملة، وتاني يوم بقى شفته بقى وطلع ازاي زي بصوا الجمال، جبنة تركي. لا لا بصراحة بصوا الجمال، والله كان جميل جدا. وطريقته حلوة وسهلة وشكله حلو حتى، لا ريحته مش حلو. شكله حلو. بصوا بقى جبت علب بقى، ورحت حاطاه بقى، ولا بحط بلاستيك في العلبه ولا اي حاجه، لان كده كده بقى في العلبه واحطها في الفريزر. وقطع مكعبات، قطع 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 وحطي في الفريزر. ومنين ما تعوزي تطلعي العلبه تاخدي على قد الطبخه بتاعتك. كان مكعب بقى، بتعملي عدس عايزه توم كتير، بتعملي مثلا الخلطه بتاعت القلقاس، الخضره بتاعت القلقاس بتحتاجي توم كتير، اي حاجه بتحتاج توم كبير كتير خدي مكعب اتنين. عايزه تعملي قليل ممكن تاخدي نص مكعب، على حسب احتياجك. ومنتهى الجمال، هيفضل معاكي جميل كده لغاية اخر السنة، ابيض زي الشمع، لان فيه ملح ليمون ومكعبات كده. ولا تجيبي سكينة بقى ولا تكسري ولا تحطي برطمانات ولا. بص الجمال. حقيقي كانت فكرة ممتازة وعجبتني جدا جدا جدا. ويا رب اللي وصل معايا في الفيديو لغاية هنا ويكون حط لايك 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 يا ريت لو سمحتوا. ولو مش مشتركين والفيديو عجبكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، عشان اي حاجة انزلها جديدة توصل لكم اشعار بيها. وان شاء الله نبقى احسن اصدقاء ان شاء الله. بصوا الجمال بقى. انا على فكرة طول الوصفات وانا بطلع من الفريزر المكعبات بتاعة التوم دي، يعني لو في متابعين بيشوفوني ومتابعين وصفاتي هيشوفوا بطلع مكعبات كده دايما بحطها في الاكل. اهي بالطريقة اللي انا كنت عاملاها هي دي. يا رب تعجبكم وتعملوها وتقولوا لي كانت سهلة وجميلة. وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم مع الجمال ده وهو عمال يتقطع ويتكسر بالطريقه الحلوه دي. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو زي ما انا استمتعت وانا بعمله، رغم انه توم بس كنت مستمتعه جدا حقيقي. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.